ايه؟ ادونا عنها نبذه من وجهه نظرهم. طبعا هم كانت بالنسبه لهم المراه في الروايه المصريه كانت عامله ازاي؟ الروايه الحديثه طبعا. هو انا عايز اقول لحضرتك، هو في بدايه القرن الماضي تم تناول المراه في الدراما المصريه وفي الروايه المصريه بشكل غريب شويه. يمكن كانت بتبان انها المراه الضعيفه، المراه السلبيه، المراه السيد امينه وسيد دي اكيد كل الرجال في مصر الحقيقه متاثرين جدا بالروايه دي، السيد وامينه. بس ما بقاش موجود دلوقتي يا فندم يعني الى حد ما. يعني حضرتك شخصيه امينه في بين القصرين لنجيب محفوظ كانت شخصيه رائعه وعلمت معانا كلنا، ولكن مع مرور الوقت تباعا الحقيقه وبعد ظهور شخصيات رائعه من الاديبات المصريات، يمكن عايز اعدد لحضرتك بعض الشخصيات اللي غيروا مفاهيمنا عن المراه واثروا بوجودهم على الروايه الحديثه بالنسبه للمراه. يمكن عايز اقول لحضرتك السيده روزا اليوسف واسهاماتها الكبيره في المجال الصحفي. يمكن عندنا سميره موسى برضو واسهاماتها الكبيره في المجال العلمي، وطبعا صفيه زغلول رحمه الله عليهم جميعا الحقيقه واسهاماتها في المجال السياسي. ولكن في الروايه بقى لو اتكلمنا عن الاستاذه امينه السعيد، يعني عايز اقول لحضرتك انها عينت صحفيه في روزا اليوسف في بادئ الامر وتم فصلها من العمل نتيجه ايه؟ ضحاله ثقافتها. يعني امينه السعيد فصلوها وبعد كده اخذت على عاتقها انها تثقف نفسها بشكل قوي جدا، لانها وصلت الى رئيس التحرير مجلتي حواء والمصور. هنا بقى اصرار المراه الحقيقه، المراه فعلا المصريه بالذات الحقيقه لو حطت حاجه في دماغها او لو حطت هدف ان هي لازم تحققه، ففعلا بتوصل في الاخر ان هي ممكن تكون احسن كمان من الراجل في انجاز العمل. ده حقيقه. لا مش هنقول افضل من الراجل عشان ما يبقاش فيه مشكله، ولكن عايز اقول لحضرتك انها تبنت افكار تقدميه للمراه لدرجه انها هددت بالقتل هي واسرتها. يعني المراه برضو لما بتحس ان عندها قضيه بتقدر تعبر عن نفسها. وبرضو أذكر برضو الأستاذة العظيمة الأستاذة سهير القلماوي أستاذة الأدب العربي الحقيقة، وإسهاماتها الكثيرة في مجال الرواية، منها أحاديث جدتي، ويمكن قدمها الأستاذ طه حسين أديب العظيم يعني طبعا. وممكن وليها ايضا روايه الف ليله. وانا عايز يعني الشخصيات الجميله اللي انا ذكرتها دي الحقيقه اثرت على تناول المراه في الروايه في العصر الحديث. يعني بدل ما كانت بقى امينه والسيد وبتاع، لا اصبحت المراه هي حاولنا ان احنا نجمل الصوره شويه او نحسن من الصوره، بدل ما تكون بس امينه زي ما حضرتك بتقول والسيد. الروايه دي يعني عايزه اقول لحضرتك اثرت في اعتقادات الرجل المصري جدا، يعني خلته يعني يحط المعتقدات دي في دماغه ويطبقها لحد العصر اللي احنا بنعيش فيه دلوقتي. انا عايزه اعرف من حضرتك وجهة نظرك، هل فعلا اللي بيدور على مواصفات امينه والسيد هيلاقيها فعلا دلوقتي ولا خلاص انتهت؟ لا ما اعتقدش ان بقى فيه العقليه الذكوريه اللي بتنادي على هذا الامر دلوقتي في ظل المتغيرات اللي احنا فيها. ولكن عايز اقول لحضرتك تناول الكاتب للمراه في الروايه بيختلف بالبيئه اللي بيعيش فيها، اكيد بثقافته اكيد. يعني اكيد برضو الكاتب اللي جاي لنا من الصعيد غير الكاتب اللي عايش في المدينه غير، فبرضو ثقافته والبيئه المحيطه بتؤثر في الكاتب وبروايته بصفه عامه. بمناسبه ان حضرتك جبت الصعيد بقى، عايزه اقول لحضرتك ان في كتير جدا احنا بعض الاوقات بنقعد ننتقد ونقول الصعايده ومخه صعيدي ومش عارفه ايه والكلام ده على سبيل النكت، لكن الحقيقه المراه الصعيديه لما شفناها حتى في الدراما المصريه مراه قويه جدا، وفعلا بتحس ان هي قادره ان هي تسيطر على أسرة بأكملها، وبيحترمها جدا جدا يعني الكبير في لما بيكون مثلا رجل العيلة مثلا أو كده بيحترمها جدا جدا وبيقدسوا فعلا المرأة الصعيدية. مفيش شك إن المرأة الصعيدية والمرأة المصرية بصفة عامة لما تتمتع به من قيم وعادات وتقاليد وفطرة زي ما حضرتك قلتي، إنها بتبقى قادرة على إنها تبرز شخصياتها، تقدر تعبر عن ذاتها، وخاصة في الصعيد. يعني احنا شفنا في أعمال درامية كثيرة جدا يعني شخصيات رائعة، وزي ما حضرتك قلتي بتبقى قادرة على أنها تسيطر على عائلة بأكملها، فده نابع من شخصيتها وفطرتها وأنها متشبثة بعادات وتقاليد وقيم الشعب المصري. أكيد. عايزة برضو أستعرض مع حضرتك كده، يعني هل في فعلا أدباء وكتاب أساءوا للمرأة، يعني وصفوها بس كجسد وبالتالي ادوا فكرة يعني مش عايزة أقول سيئة، شبه سيئة عن المرأة؟ يعني هم بيتهموا النزار قباني بالامور دي والبتاع،
ولكن يعني انا عايز مع ان اقول النزار قباني ليه طبعا ليه شعر ليه رائع ليه ليه روائع يعني. طبعا. وطبعا عايزين نقول قاسم امين بقى هو اللي جاب أكيد. لكم الحقوق كامله في العصر ما الحديث. احنا لسه هنتكلم عن قاسم امين والعقاد الحقيقه، بس وان كان بيهاجم في الوقت الحالي ان هو سمح او فتح الباب للمراه انها تتبوأ مكانها الطبيعي في المجتمع في العصر الحديث. طيب انا الحقيقه قدامنا دقيقه واحده بس بسرعه كده، عايزه اعرف المراه في الادب الاوروبي، هل في اختلاف بين الادب الاوروبي والادب العربي؟ بس بشكل سريع. يعني الحقيقه ان الادب الاوروبي بيتناول المراه بفكر اكثر تحرريه من الادب العربي. يعني بيتناولوها بشكل كده مرتبط بالروح والجسد معا. احنا بنتناولها من القيم الروحيه النابعه من مصريتنا وعربيتنا. انا بشكر حضرتك جدا جدا الحقيقه على هذا اللقاء. بشكرك جدا دكتور احمد عفيفي الكاتب الصحفي، نورتنا النهارده في زينه. مشاهدينا بشكرك يا استاذ سلمى على اللقاء السري ده. شكرا ميرسي. مشاهدينا بكده الحقيقه تكون انتهت فقرتنا. تعالوا بسرعه نروح مع نيفين الجندي، وبتتكلم عن موضوع مهم جدا، والتاخر الدراسي بيكون موضوع بيؤرق كل الاسره باكملها. هل فعلا الطفل بيعتبر ده مرض نفسي بالنسبه له او للطالب طبعا لما يكون عنده نوع من انواع التاخر الدراسي، وهل ليه علاج لو احنا بنقول انه مرض ولا لا؟ من خلال طبعا الفقره اللي جايه مع نيفين هنتعرف اكتر عن التاخر الدراسي.